لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. إجابة السؤال الأصعب: هل يجب طرد ياسيلة من الأهلي السعودي؟ إنه السؤال الأكثر تداولا على مدرجات جدة حاليا، ويتردد في كل نقاش يخص مستقبل الراقي. فبعد أن عاش النادي الأهلي حلما أسطوريا بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، يجد الفريق نفسه اليوم في موقف متناقض ومحير. فرغم فوزه بكأس السوبر السعودي هذا الموسم على حساب النصر، إلى أن الأداء في دوري روشن لا يزال متذبذبا، وسلسلة نزيف النقاط التي كان آخرها السقوط في فقط تعادل اليوم جعلت الفريق يبتعد عن الصدارة ليحتل المركز الخامس، وهو ما لا يرضى طموحات الجماهير. هذا التعثر الجيد الذي يضاف إلى التذبذب العام والخسارة في بطولة كأس الانتركونتيننتال أمام بيراميدز وضع المدرب الألماني ماتيو ساسيلا في قفص الاتهام، وجعل مقصلة الإقالة تلوح في الآفاق. فهل حان وقت رحيله حقا؟ يرى المعسكر المطالب برحيل ياسيلا أن المدرب الألماني أفلس تكتيكيا، وأن الفريق تحت قيادته بلا هوية واضحة يستند هذا الفريق إلى لفريق يمتلك نجوما بحجم رياض محرز وإيفان توني أن يعجز على الفوز على الرياض ويظهر بهذا الشكل الباهت. هم يرون أن ياسيلا فقد السيطرة على غرفة الملابس، وأن مزاجية بعض النجوم مثل محرز الذي يهتم أحيانا باللعب بل أقل مجهود هي دليل على فشل المدرب في فرض شخصيته. بالنسبة لهم قطار الدوري يبتعد سريعا خلف النصر والمتصدر، وأي تأخير في إقالة ياسيلا يعني ضياع الموسم المحلي بالكامل. في المقابل يقف معسكر المدافعين عن ياسيلا وهم يستندون إلى حجة لا يمكن دحضها: هذا الرجل هو من جلب الحلم المستحيل وفاز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة. بالنسبة لهم إقالة المدرب الذي صنع المجد القاري بعد بضع أشهر هي جنون ونكران للجميل، لكن الدليل الأقوى على ثقة الإدارة في ياسيلا جاء من كواليس حرب المدير الرياضي. فبحسب التقارير عندما فوض الأهلي المدير الرياضي العالمي لبرشلونة سابقا ماتيو أولمني كان الشرط الأخير هو إقالة ياسيلا فورا. إدارة الأهلي اتخذت قرارها الحاسم، اختارت المدرب وضحت بالمدير الرياضي العالمي. هذا الواقعة وحدها تثبت أن ياسيلا ليس مجرد مدرب عابر، بل هو حجر الأساس في مشروع الإدارة الحالي. أن إجابة السؤال هو يجب طرده تبدو واضحة بالنظر إلى تحركات الإدارة. الأهلي لا يخطط إلا إقالة ياسيلا، بل يخطط بناء فريق إداري عالمي لدعمه التعاقد مع الرئيس التنفيذي مايك غولوب والمدير الرياضي روي بيودورو بيرز ليس تمهيدا لرحيله، بل هو ثروة إدارية لتوفير كل الأدوات التي يحتاجها المدرب للنجاح وتخفيف الأعباء عنه. الأهلي يدرك أن مشكلة الفريق ليست فقط في المدرب بل في الإرهاق والتشبع بعد الفوز باللقب الآسيوي، وفي المزاجية التي يحتاج مدير رياضي قوي للتعامل معها. طرد ياسيلا الآن لن يكون فقط قرار ظلما بحق بل بطل آسيا، بل سيكون ناسفا للاستراتيجية الناري بالكامل التي بنت على التمسك به.